بسم الله الرحمن الرحيم. تشير الأرقام والإحصائيات الرسمية إلى أن هناك أكثر من 30 مليون زائر يؤم هذه الأرض المقدسة. فضلاً عن وجود 3 إلى 4 ملايين من السكان يقطنون بجوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لذلك تم إنشاء هذا الصرح الطبي المبارك خدمة للمواطنين وللزوار على حد سواء. أنا اليوم أتحدث عن 3 نقاط فريدة لقسم الطوارئ في مستشفى الإمام الحجة الخيري. النقطة الأولى أن قسم الطوارئ في هذا المستشفى كان أول قسم يتم تشغيله من دون بقية الأقسام، وبه انطلقت مسيرة المستشفى الطبية، وذلك بفضل الكوادر الطبية والتمريضية المتميزة في هذا القسم بعد العناية الربانية. وهذا يعد أمراً فريداً من نوعه، حيث أن معظم المستشفيات تقوم بتشغيل قسم الطوارئ في مراحل متأخرة بعد أن يتم تشغيل أقسام طبية أخرى، وهنا انطلقنا بقسم الطوارئ في هذا المستشفى. النقطة الثانية هي أن قسم الطوارئ في هذا المستشفى كان أول قسم على مستوى المستشفيات الحديثة في محافظة كربلاء المقدسة، حيث تم تشغيله وانطلقنا في هذه المسيرة في تاريخ 23 أيار 2017. أما النقطة الثالثة والأهم أنه يتميز هذا القسم بطابعه الإنساني والخيري من ناحية قلة الأجور وكذلك توفر الخدمات الطبية المجانية. فلو قارنا أسعار هذا القسم مع أسعار أقسام طوارئ في دول متقدمة سيظهر لنا الفرق الواسع والشاسع، حيث هناك تبدأ الأسعار من $1000 ولا تنتهي عند 20 و30 ألف دولار في قسم واحد وهو قسم الطوارئ. أما في مستشفى الإمام الحجة، فضلاً عن أن الأسعار هي أجور رمزية، هنالك 2 ساعات من الخدمات الطبية يقدمها القسم لجميع المراجعين. طبعاً العطاء لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يتحول هذا القسم المرموق إلى موكب طبي تطوعي خيري في موسم زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. تقدم جميع الخدمات الطبية للزائرين مجاناً وبنفس الكفاءة والمستوى الطبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتبر قسم الطوارئ من أهم الأقسام في مستشفى الإمام الحجة الخيري، لأنه يستقبل الحالات الطارئة بمختلف أنواعها. الكوادر الطبية والصحية العاملين في قسم الطوارئ من أطباء اختصاص وأطباء مقيمين وممرضين مدربين على التعامل مع كل الحالات الطارئة، كذلك على إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية لكل الحالات التي تستوجب تدخل طارئ. في قسم الطوارئ نستقبل كل الحالات الطارئة من أطفال ونسائية وباطنية وجراحة وغيرها من حوادث الطرق والسقوط والحروق والكسور وغيرها من الحوادث. قسم الطوارئ مزود بأجهزة طبية حديثة ومتطورة مثل جهاز مراقبة الفعاليات الحيوية والقلب وجهاز الصدمة الكهربائية وجهاز التنفس الاصطناعي وكذلك السونار وغيرها من الأجهزة الضرورية واللازمة للإنعاش القلبي الرئوي وإنقاذ الحياة. من منطلق دور المستشفى الخيري ورسالتها الإنسانية في خدمة المجتمع، تم تخصيص فترة يومية مجانية في قسم الطوارئ من الساعة 1:30 إلى الساعة 3:30 ظهراً. خلال هذه الفترة يتم تقديم الفحص والمعالجة لجميع المرضى مجاناً بهدف تخفيف العبء على المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود. من أهم ما يميز مستشفى الحجة الخيري هو العمل بالأنظمة الإلكترونية اللاورقية، حيث يعتمد بشكل كامل على السجلات الطبية الإلكترونية اللي يسميها EMR، وهذه تتيح الوصول الفوري إلى معلومات المريض بدون الحاجة إلى الأوراق والمعاملات الورقية الروتينية، وهذه تساعدنا في سرعة الفحص وسرعة الوصول إلى معلومات المريض وكذلك إلى سجله الطبي
وإلى الفحوصات والأشعة والمفراس بشكل سريع ودقيق. رسالتنا إنسانية قبل كل شيء.